مفيش احسن من ان انت تروح تفطر طبق كشري مصري اصيل معمول بنظافه من اسطوره من اساطير الشغلانه. عربيه كشري ابو علاء بقت واحده من اشهر عربيات الكشري اللي موجوده في مصر كلها. ودوت علاء اللي بيعمل احلى طبق كشري ممكن تدوقه في حياتك. احسن حاجه عجبتني عند عربيه ابو علاء ان النظافه باينه وكل حاجه مظبوطه. الصلصه معانا مظبوطه والتومه مفرومه في القوطه. وتخيل ان الناس كلها حافظه الشعار بتاعهم ابو علاء حلو وحراق. طبق كشري ابو علاء حلو وحراق. ولو رحت عربيه ابو علاء لازم تسمع الشعار الرسمي لياسين السكره. اهلا بيك ياسين، مستنيك ابو علاء يرحب بيك. ياسين قال لي اعلمك طريقه اكل الكشري، بس لازم تقلع النضاره الاول وتحط الميكس ده كله على بعضه وتفتح بقك جامد كده وتدوق المقلعه ميكس على بعض. واللي يميز علاء ان هو واخد الشغلانه ابا عن الجد، وفعلا اجيال بتسلم اجيال، عشان كده ابنه ياسين واقف في ظهره معاه. لو بطنك قالت واق تعالى كل من عند ابو علاء. تبقى غلطان لو مفكر ان طبق الكشري ده بتاع الغلبان بس، لا ده ملوك مصر كانوا بياكلوه. في اللقطه دي بقى كان الجو حر جدا، وهنا ابو علاء قرر ان هو يفرق تمر على جميع الناس اللي واقفه عشان الحر، الله يبارك له. وفي نهايه الفيديو حابب اقول لكم ان نوعيه الفيديوهات ديت بحبها جدا وبحب اعيش اجواءها، ومفيش فعلا احسن من الاكلات الشعبيه المصريه.